انا وانت وكلنا عارفين ان محمد علي جاب، واللي هيقول غير كده كذاب. بس الكترة النهارده هتغلب الشجاعة، لان بعد ما خسر السلطان العثماني قدام محمد علي الدول الاوروبيه خافت على نفسها وقالت لك ما بدهاش بقى، الراجل ده مش هيجيبها لبره، وقامت مكتفاه بس مش بالحبال، بمعاهدة لندن سنة 1840، واللي كانت بين السلطان العثماني واللي راح يعيط لإنجلترا بعد محمد علي ما أخد أسطول. اتجمعت العصابة كلها واتفقوا إن هم هيسلموا مصر لمحمد علي ولولاده من بعد والأحفاده والأحفاد أحفاد، لكنه هيسلم الأسطول للسلطان من تاني عشان صدعهم عياطوا عليه، وهيرجع كريت والحجاز وقدر، وهيدفع جزية، ومفيش حاجة اسمها انفصال، ومحمد علي هيرجع تاني تابع للسلطان العثماني. طب ولو رفض الكلام ده يا رسلان، هيتحرم منه ولاية عكا اللي هي النهارده فلسطين، وهيتحرم منه مصر، وكمان هتحاربوا الدول الأوروبية بنفسها بحجة إن هي بتحمي السلطان العثماني. ولما محمد علي سمع الكلام ده بدأ يزعق وقال لك في المشمش ده أنا معايا فرنسا، صح؟ فرنسا ما لقاش فرنسا، فاضطر يقبل بالشروط دي بعد كده. فانبسط السلطان العثماني اخر انبساط وقال لك انا لازم بقى اكتفه اكتر واحط التاتش بتاعي عشان ما يفكرش فيهم يسرق الاسطول مني، وطلع فرمانيه وقال فيهم اللي هيمسك مصر من ولاد محمد علي لازم يجي يستلم مني انا بنفس الفرمان الولايه، كده انت جامد يعني، ويدفع ربع ايراد مصر السنوي وانا اللي هاخده بنفسي. يا حرامي، والجيش كمان ما يزيدش عن 18,000 جندي في حاله السلم، والفلوس هتبقى باسمي، والضرايب برضه هتكون باسم، لا انت تيجي تحكمها انت بقى. وفضلت مصر على الحال ده لحد ما تولى واحد من عيلة محمد علي هو اللي هيشقلب الدنيا على الاخر. لو عارف مين قول لي في الكومنتات. سلام.